انا يا جماعه فتحت مشروع والحمد لله مش شغال معايا قد كده، او نصيحة للناس اللي بتقول لك أنا محسود وأنا طالع عيني وكله مركز في حياتي. يا باشا قرب من ربنا، صلي، حصل نفسك بالقرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء. وبعد كده ارجع بقى شوف بقى أنت دي على محسود. فكره ثواني، دي برضو في ناس عندها جهل في الحته دي على فكره كبيره، اللي هو اصلا ما يعرفش يحصل نفسه ازاي، ما يعرفش ان هو اصلا مش محسود، ده هو بعد عن ربنا. أيوة، ما أنت ممكن يبقى أنت عندك ذنوب هي اللي عاملة لك الكوارث اللي ما أنت بتصليش فيها. اصلا وعندك ذنوب، هي مش الصلاة بس عشان مش برضه. الصلاه بس يعني، فاهم؟ بس هو على فكره ممكن واحد يكون بيصلي تمام والدنيا متلخبطة معاه. بالظبط. ما ليه بقى؟ أنت ممكن يكون أنت عندك ذنب قبل كده، عنده ذنب وهو اصلا من جوه مش سالك، يعني مثلا اللي هو ايه، انا بصلي قدام الناس وتقول لي يا شيخ، انت فاهم؟ لا عشان يبان قدام الناس اللي هو بيصلي، اللي هو شيخ وبيصلي. لا مش شيخ، بس هو بيصلي عادي مش شيخ. لكن هو من جوه مثلا لا مش سالك، مش كويس، مركز في حياه دوت وبص لده وبص لده، ومفكر الناس كلها بصوا له. انت لما تبص لغيرك ربنا وعدك بالعيشه في الضلمه. وبدل ما يروح يصلي في الجامع فعلا بجد وبيدعي ربنا، لا بينزل ستوري يا رب ومش يا رب، واللي باصص لي في حياتي واللي يعمل لي في حياتي. والله ما حدش يعرفك غير امك وابوك، يعني ما حدش يعرفك بجد بمعنى الكلمه. يعني معلش خلينا نتكلم بالعقل كده. لو انا حد بحسد تمام، مثلا هسيب واحد قريب مني او بعيد عني مثلا متجوز ومعاه عربيه وشغال في الشركه الفلانيه والدنيا معاه حلوه، هسيب ده واحسدك انت معفن؟ يعني بالعقل مثلا انت فيك ايه يتحسد عليه؟ يا عم هو بيقول له انا مثلا على ميسي وعلى كريستيانو ومش عارف ايه. ما تقوليش الناس ديت محصنه نفسها، يعني هم مش شيوخ. لا معلش بالحته دي برضه على فكره مش محسنين نفسهم، هو ربنا هو دي الناس بتتعب فربنا بيكرمها على قد تعبها. بالظبط، كل واحد بياخد على قد تعبه. ده مش دعوه، ربنا بيكرم المسلم والمسيحي واليهودي والكافر زي ما احنا قلنا ليك حق. كل واحد ربنا بيديلك حقك وبتاخد رزقك، ربنا مش بيمنع عنك بالظبط. بس ربنا هيحاسبك في الاخر. تعالى يا باشا، انت اشركت بيا، الحدت، شتمت، كفرت، تعالى يا باشا. حتى الناس اللي الدنيا بتبقى مثلا كمثال، يعني حتى لو في الدايره معاك او بعيد عنك وربنا كرمك بفلوس تمام، ملايين بقى مثلا كمثال، ربنا يكرم كل حد، ممكن بيرزقك من غير ما تحتسب كده، يعني ايه فجأة كده من غير ما تبقى واعي لأي حاجة، مصلحة كده تقع قدامك أو حاجة زي كده، وربنا يغنيك عشان يختبرك هتعمل ايه بالفلوس ديت. انا لسه ديت انا كنت عايز اتكلم عن الحته دي. انت تبقى بتصلي وتتقي ربنا كان بيحطك في اختبار بيختبرك. ربنا عارف كل واحد من قبل ما يتولد لغايه لما يموت هو هيعمل ايه. اكيد طبعا. حلو، بس هو عارف ان ممكن لو ادالك فلوس زياده انت هتروح تشرب بقى مخدرات وخمره ونسوان. والعلم احنا في ناس كتير عارفينها كده، ربنا يهديهم يعني. ربنا اعلم بكل واحد اكتر من نفسه. فانت اسعى، قرب من ربنا، حسن نفسك، فاهم، وسع وسلكها، خليك سالك كده بدل ما تقول بقى في ستوريات هتبص هتلاقي ربنا ده بيحسدني، لا فاهم. ركز في حياتك، الوقت اللي انت بتضيعه، اللي انت عمال تقول على دوت ولا تتكلم على دوت وكده، استغله في ذكر الله. ماشي، فكر في مشروع ليك ينفعك انت، يدخل عليك فلوس زياده، يعمل حاجات زياده. اي نعم والله احنا ما بنعملش كده، بس ايه، عالم لعل وعسى والله من كلامنا برضه كان ممكن يكون حاجه تايهه مننا. اكيد. كنت افتكرت موقف كده، مش موقف يعني، شخص يعني انت كده عارفه بس مش هذكره يعني عشان الناس. الشخص ده ربنا يهديه يعني يعتبر بيعمل كل حاجه غلط. اعرف شخص كده يعني ربنا يهديه بدون ذكر اسامي، حياته كلها غلط، يعني هو مش حياته غلط اللي هو بايظه معاه، هو بيعمل كل حاجه غلط، ربنا يهديه، مش بقول كده بعيب فيه يعني تمام. والله كذا مره بقول له ربنا يهديك يا ابني ان شاء الله تبقى كويس. هو كشخص جدع وكويس، بس ايه، جدع ورجوله، دماغه مسوحاه شويه في حاجات كده، سكينه سرقان مع الصحبه تسوق. هو عارف كده، بس هو الصحبه تسوق، ما انت هو فاهم، مستسلم. بالظبط. بدل مثلا يصلي بقى ويبعد عن الناس ديت وبتاع والكلام دوت تمام، يجي مثلا يسعى في حاجه فتبوظ منه تمام، يقول لك الناس بصت في حياتي. لا يا حبيبي، ما انت امبارح كنت بتعمل تمام. فده كان يصلح حاله والله. لا مش بتكلم عليه هو شخصيا، بتكلم في ناس اي حد ناس كتير كده بنفس الفكره، يفضل مقضيها ذنوب وقضاها غلط، ويقف على اول الشارع ومش عارف حاطط ايه جنبه وبيشرب ايه وبيعمل ايه والكلام دوت تمام، بيجي يفتح مصلحه مثلا وتبوظ.
باصين لي في حياتي والمرشدين وبتاع والقصه والكلام ده يا حبيبي انت حياتك والأخصام والاخصام، ما انت حياتك كلها غلط. انت لو انت وقفتها على اول الشارع ديت ولا واقف بتتكلم مع ده وتعكس ما في محمد دي. أقول لك على حاجة. في فرحتي مثلا هو هيعمل بازار أو كشك صغير، حلو، ومصلحة لقمة أكل عيش، وجايب لنفسه، يعني جايب صحابه أصدقاء السوق. اصدقاء السوق. فاهم؟ لا انتوا بمعنى كل حاجة بقى من أصدقاء السوق، شرب مخدرات بقى الكلام دوت كله، وأنت ما لقيتش أكل عيشك. ده المفروض بالظبط المصلحة تاكل عيش. لا يا جدعان والله معلش أنا محدش يقف لي هنا. اه بالظبط. طب يبقى فاتحها كده عشان ايه؟ ليه؟ لأن المنظر. أنا دلوقتي كراجل بقى مش كواحدة ورايح أشتري، هبص أنا ألاقي لامم لمؤاخذة أصدقاء السوق. أنا أقول لك إيه، ممكن الظابط يجي يعدي دلوقتي ياخدني معاهم. هم اقل واجب فعلا. أقول لك هم عاملين مكنة بقى ولا حاجة. وغير كده هتلاقيهم بقى هزارهم بقى صوتهم عالي وبتاع والكلام دوت. وشتيمة. بالظبط. ليه مثلا ابقى أنا أروح أشتري منك ليه؟ بالظبط ليه؟ فاهم؟ اللي بقول لك أنا كراجل، ما بالك بقى واحدة بقى هتروح بقى عشان دوت يعكسها، ولا ده يرمي لها نظرة، ولا ده يرمي لها. واخاف على عيالي مثلا، انا عندي عيال وانا عيالي مش هوديهم يودوا يشتروا من عندي. يشوف انت اللي بوظت بالظبط. شوف المنظر نفسك بنفسك. انا بختار والله، انا عايز ابدا بالحلال وابدا مشروعي، ابعد بقى عن اصدقاء السوء او عن اي حاجه غلط بعملها. ليه؟ هنا ده السعي، بتسعى فربنا بيكرمك. مش شرط اللي هو ربنا يكرمك في ساعتها. لسه هقول لك والله الحته دي بالظبط. مش من لا افتح النهارده مشروع فيلا الملايين دلوقتي. انا مستني لا افتح شركه تاني يوم. مش الكلام ده. لا يا باشا انت اسال مجرد. اسال مجرد. لا والله يا حمد والله مش زعلان. انا يا جماعه انا يا جماعه فتحت مشروع والحمد لله مش شغال معايا قد كده او مش شغال خالص. تمام. ايوه علشان خاطر انت يا محمد كنت حاطط في دماغك برضك اللي انت ايه، الحاجه هتنزل هتتباع. مش هكدب عليك، جت في دماغي كده، بس زي ما تقول ايه، ما كانش هيعمل دراسه جدوى. حلو. بس كنت سابها على ربنا، بس زي ما تقول ايه، ما درستهاش كويس. من اول مثلا بدايه القماش. تمام. هو ضحك عليا في السعر عشان طبعا شايف ان انا مش ما عنديش خلفيه او حاجه زي كده. بالظبط. فهو بقى على نفسه حرام، دي حاجه ترجع له. تمام. ربنا هيحاسبه عليك. ربنا يحاسبه. انا مش مسامحه والله بجد، عشان خاطر هو ايه قاعد يقول لك بقى انا وبتاع. فانا شخصيا مش زعلان، يعني اتعلمت حاجه يعني. فاهم انت؟ اي حد بيغلط وبيقع بيتعلم، فالحمد لله يعني. دخلت في موضوع بقى كده المصنع عشان انا كنت جايب عدد قليل، ففي حصل دروب كده. المصنع مش هنقول اللي هم سرقوه او قصوا حاجه غلط، لا هم قصوا صح وتمام بس كويس. هم باركوا زياده في القماش يعني اللي هو هدر زياده، هدروا لنا قماش ياما. اما علشان ما كانش فاهمان في الحته دي حصل معاه الدروب ده، فاصبح المنتج احنا لما بنقول لكم، لما محمد في فيديو كده كنا اتكلمنا فيه او اعلان اتكلمنا فيه، لما محمد وصل القطعه 500 جنيه قلت له يا محمد حرام عليك انت كده مش كسبان فيها حاجه، مش كسبان فيها حاجه، دي انت عاملها بسعر التكلفه واقل. بس هو هنا عشان خاطر جد عاوز يخلص من لا ده خلاص منها عشان ان شاء الله ابدا بقى اشتغل في الصيف عشان نعمل شغل تاني بقى. خلاص هنغير خلاص بقى الورد اللي احنا جبنا منه القماش هنجيبه من حد تاني ثقه برضك ان شاء الله، وهيعجبكم الشغل ده ان شاء الله، وهنحاول هنقلل لكم الاسعار باذن الله ان شاء الله. الفكره بس من الموضوع اللي احنا حكيناه دوت، ان هو انا بدات مشروع، انا شخصيا مش بديكم بقى نصيحه عن حد غريب، بدات مشروع وفشل معايا ومش زعلان الحمد لله. اي حاجه تحصل لي، اي قرار من عند ربنا، انا مش زعلان خالص. تمام. بتعلم، وزي ما قلنا مش اللي هو تفتح مشروع من النهارده تلاقي الملايين وهوب يلا وبتاع العربيه والشقه اللي على البحر. لا مفيش الكلام دوت. هتجرب مره واثنين وثلاثه واربعه، وقع وقوم، مش عيب. تمام. مش عيب تقول على نفسك انا فشلت، مش عيب تقول ان انت خسرت. بتتعلم. الفكره بس كلها زي ما قلنا، لو انت هتسعى خلاص خد الموضوع كده، ما تقعدش بقى صحابي ومش صحابي وبتاع. مش هو الناس حاسداه ولا اي حاجه. هو بالظبط. انا ما عدتش اقول بقى زي اللي بيقولوا بقى بصوا بقى والحمد لله عرفني يعني هيشوف الاسترايك بتاعتي وكلامي. بس هنقوله حاجه، ما طلعش مني حاجه زي كده الحمد لله. احنا عارفين والله اللي برضك في ناس قرت على محمد وجابت سيره وفكرت اللي هو عامل شغل، بيعمل شغل على الناس، وايه ده ومش ايه ده. الحمد لله. فاهم؟ عشان هم شافوا الشغل بقى ايه، كان جاي في اكياس ياما وانا كنت معاه بالمكنه. الشغل كان جاي في اكياس ياما وفعلا اتنظر، فالحمد لله. الحمد لله. فدوت احنا بنقول، بس هو بيقول هو راضي بقضاء الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله بالظبط.
ومش مش بقعد اقول بقى ده حسدني وده واللي بص يجي لي. كده في الحاجات دي احسن ما يجي فيه هو يعني بعد الشر يعني. والله زي ما حصل معايا في حوار المكنه، والله قلنا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والله عايز اقول لكم احنا من الهم قعدنا نضحكوا يعني، قلنا الحمد لله. ايوه احنا مستغربين الحمد لله ولا اله الا الله. ايوه والله الحمد لله يعني الواحد مؤمن بقضاء ربنا. في مثل سمعته بيقول لك لا تضع البيض في سلة الواحد. انت مثلا معاك مبلغ وخده هنقوله 10 قروش، ما تجيش تحط ال 10 قروش دول وتقول انا فتحت المصلحه بتاعتي ايه، وبعد كده مثلا تيجي تخسر تندم. انت ممكن تشوف حاجه اقل، مثلا انت هتفتح دكان والدكان ده هيتملى بال10 قروش، لا انت املاه ب5 او ممكن بحيث انت ما تعرفش الظروف ايه. ما انا بتكلم في اللي هو انت مثلا لقيت تدخل انت ب5 وصاحبك ب5، تمام كمثال يعني، اللي هو انت ما خسرتش فلوسك كلها وبنفس الوقت بتتعلم. اللي هو عشان مثلا ما تدخلش ب10 لوحدك وتلاقي نفسك ايه ده. بس برضه محمد عايز اقول حاجه، انا لازم بالله من قلت انا يعني ما بحبش ما برجعش حته الشراب. اكيد طبعا، بس انا بدي مثال ان هو ايه بتتعلم في الاول برضه. والله بيبقى صاحبك ثقه، بس انت هتلاقي نفسك مع الوقت ممكن تخسره عشان خاطر فلوس اكيد. فاهم. تيجي الشيطان بيخش في حته الشك دوت، يقول لك ايه ده هو مثلا بيع النهارده ب 100 جنيه وهو ممكن ما كانش بيع فعلا ب 20 جنيه مثلا وما قاليش، او باع ب 150 وكتب 70 بس وكده. او مثلا باع بال 100 وهو عمال بقى يجيب في شاي وسجاير وكده وبيقول لي انا بعت ب 50 بس. هو واخد المكسب بتاعه ده من حقه وجاب بيه كده، وانا ما اقسمش 50 جنيه المكسب اللي هو صرفه مثلا على الشاي والسجاير او الغدا مثلا والشاي، ويرجع يقول لك انا جبت الغدا وما جابلكش، فتلاقي نفسك كده. والله في مشاريع ياما انا ومحمد كنا بنتكلم فيها واخواتنا برضو كاحمد ومصطفى واحمد وسالم. المشاريع بتاعت اي بتاعت القهوه دي احنا هيجيبوا كتاكيت وهنعمل مزرعه فراخ مش عارف ايه. لا بتلاقي نفسنا هنخسر، ربنا يجيب حاجه وحشه يعني، بس كنا بنلاقي نفسنا ايه لا مش هتنفع نخسر احنا الحمد لله العلاقات كويسه وناس صحابنا تاني واخواتنا. كنا هنيجي بنتكلم كلام عادي، بنتكلم في مشاريع عاديه، واول التنفيذ الكلام اتغير. قال لك لا انا هبقى واخد بالي من حاجه طول اليوم وانت بعيد عني وانت معرفش ايه، لازم تبص على الحاجه وتنظف الحاجه وتعمل الحاجه. ده كذا حد يعني، كذا حد مش بيتكلم على الشخص اللي هو بيتكلم في ايه، هو مش بيتكلم كشخص، بس انا بتكلم كمبدا اللي هو ممكن تبقوا متفقين من بدايه سواء التنفيذ كل حاجه اتغير. هو وجهه نظره صح برضك اخونا التاني ده اللي هو ايه، هو انا هشيل المسؤوليه لوحدي. محدش قال لا اكيد طبعا. وانت عايز تيجي هتقاسمني في المكسب الجاهز كده بقى، اللي هو شيل معايا الحمل. يا اما هنجيب حد يخلي باله من المزرعه دي، وهنقول ايه مزرعه يعني، وهنجيب حد ياخد باله من المزرعه ديت وكده. طب وبعدين هي المزرعه فيها ايه؟ على 20 فرخه فاهم؟ لا عشان نبعد المشاكل، هو عشان كده بقول لا. لكن والله انت بقى عندك ثقه وعندك صاحبك وعندك اخوك وواثق فيه، شارك برضه ما تدخلش بكل المبلغ كله وتدخل بنصه. انت ما تعرفش الظروف ايه، ممكن الايجار يغلى، الدنيا المحل مش شغال اول شهرين. حتى لو كده يعني، مثلا كمثال انا دلوقتي لو بقول لك عندي مشروع تمام، انت ما عندكش خبره فيه بقى، ما انت معاك 10 جنيه دخلت ب5 جنيه. لا كل واحد يخلي باله، لازم تبقى عامل دراسه جدوى عشان ما تخشش حاجه. حتى لو انت ما عملتش دراسه جدوى، بس انا اقنعتك ان هو مشروع حلو وكويس ومربح، فانت واثق فيه ودخلت مثلا بنص المبلغ، ما تخش المبلغ كله، ادخل بنص المبلغ، بحيث والله خسرت هزعل بس مش زعل اللي هو يوجعني. ما خسرتش وكسبت، ايه اتعلمت، بتعلم حاجه جديده، وحتى لما اخسر اتعلم برضه عشان لما افتح حاجه ثانيه بعدين ابقى انا ايه عندي خبره وفهمت المجال ماشي ازاي. خلاص الموضوع انصح الناس بايه؟ ما تقعدش تبقى انت قاعد في مكانك وتقول الناس حاسدني، وانت اصلا مش هقول لك قاعد في مكانك، انت قاعد في مكانك وبتعمل غلط كمان يعني، انت مقضيها غلطات اخطاء. انزل اتحرك. لا بتكلم وسع. اكيد طبعا، بس انا بتكلم في اللي هو ايه غلطان بينه وبين ربنا وفي حق نفسه، تمام. ويقول لك الناس بصلي وحاسداني في حياتي، لا محدش باص لك في حياتك، محدش عارف ان انت عايش اصلا، محدش مهتم بيك، تمام. مش بقلل منك والله، بس انا بديك الواقع يعني، انا بديك القلم اللي بيفوقك، تمام. محدش مهتم بحياتك، كل واحد مركز في حياته. اللي بيبص في حياه التاني ده مريض. ما تجيش انت ما بتصليش وما بتصومش ومقضيها مش عارف ايه ومقضيها ايه ومقضيها ايه، والشيطان اصلا نفسه بيتعلم منك تقول بص حاسدني، لا ده عشان انت مقصر في حق نفسك قدام ربنا.
بس فنصيحتي فوق، واحنا بنفوق نفسنا برضه احنا كمان. ارجع لربنا وارجع صلي وبتاع والكلام دوت، ربنا يكرمك. ولو وقعت مش مشكله، اتعلم. مش كل حاجه بتحصل في يوم وليله، تمام؟ واللي بيحصل في يوم وليله دوت ده بيبقى نصيحه ليك، ان ربنا بيختبرك، بيشوفك هتعمل ايه بعدين. ايوه لسه هقول لك دوت بيبقى اختبار من ربنا. بالظبط. رزقك هو رزقك ورزق اللي حواليك، مش لوحدك انت، عشان كده أيوة. ربنا بيختبرك. ماشي، لا احنا بنتكلم اللي هو لسه واحد لوحده مثلا. ما هو اكيد يعني معلش، من هو لو هو مش متجوز، فاهم انت؟ ما اكيد ما هيشغل على اخواته وعلى ايوه ماشي، بقول لك الاقربون اولى بالمعروف، بس اللي هو فاهم لما متجوز ما هيفرق على بيته وهيلغلغ اكيد اكيد، بس اللي هو ما تبقاش مبذر يعني. اللي انت عايز تقوله يا محمد اللي هو لا تبسطها كل البسط ولا تغلدك يعني، ولا تضايقها قوي ولا تنصحها قوي. ادي لدوت ادي لدوت ادي لدوت، حد محتاج في الشارع تديله. ايوه احنا اتكلمنا على حته الصدقه ديت قبل كده. الصدقه ما نقص علشان من صدقه. انت لازم تطلع صدقه علشان ربنا يكرمك بالفلوس. انت بتجرى مع ربنا مش خسران. ما هي التجاره مع ربنا بالظبط. على فكره دي حصلت معايا شخصيا. انا بتكلم في ايه؟ في ناس يقول لك ايه، انا لازم يبقى معايا فلوس عشان اطلع صدقه. لا بالعكس، العكس. لا انت لازم يبقى انت تطلع صدقه علشان ربنا يكرمك بالفلوس. بالظبط. وعلى فكره مش الصدقه مش عشان يبقى معاك فلوس بس، تداووا مرضاكم بالصدقه. كل حاجه. ممكن يبقى عندك حد مريض وعزيز عليك قوي وكده، وانت مش عارف تعمل ايه، ممكن الصدقه اللي انت بتعملها ديت تبقى سبب ان ربنا يشفي لك الحد الغالي عليك ده. حتى نفسك يعني. كان في ممكن يبقى انت مريض في قصه على الجميع. كان في قصه زمان لو تفتكرها، كانت القصه في ايه؟ واحد زمان كان عنده مشكله في قلبه، ولف على دكاتره مصر كلها، وكان اخر قرار الظاهر اللي هو يطلع بره مصر، هيسافر عشان يعمل عمليه بره عشان الاجهزه هنا مش مساعده او حاجه زي كده. المهم ان هي قبل ما يسافر باسبوع 10 ايام كان معانا عند الجزار، كان بيجيب لحمه، فشاف حد غلبان وبتاع، قال له اديني، ما اكلتش لحمه بقالي زمان وبتاع وكده، فقال له اديله 2 كيلو او كيلو، مش فاكر القصه بالظبط، تمام؟ فدي صدقه، دي يعتبر صدقه. بص يعتبر هو مثلا معاه ملايين، فكيلو لحمه او 2 كيلو لحمه يعتبر بالنسبه له ولا اي حاجه. انا عايز اقول لك على حاجه، بيقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه. فاهم انت؟ تاني انت؟ والله ايوه اكيد طبعا، بس ما تجيش تبقى ماشي عامل كده، ده اعلان سيجنال ده. هيقول لك لا، هيقول لك ده مجنون ده. انت كده شارب حاجه. وبرضه الرسول عليه السلام قال لك ايه؟ تورعوا او تصدقوا ولو بشق تمره. فعشان كده بس دي عشان الناس ما تاخدهاش اللي هو لازم اطلع الصدقه كلها فلوس. لا وعلى فكره الصدقه كمان برضه ما حدش واخد باله منها، الحيوانات اللي في الشارع. انت مثلا لو بيعمل لك شويه اكل من امبارح، شويه عظم مثلا كان مسمي الفراخ، ولا شويه سمك والكلام دوت، بقى ترميهم في الزباله، حطهم في طبق فويل كده ولا فيل ولا اي حاجه، او كيسه مفتوحه، وحطها جنب البيت، هتلاقي كلب معدي ياكلها، قطه معدي تاكلها، يعني دي قدام ربنا دي كانه بيدعي لك يعني، فاهم انت؟ متخيل هيفك عندك كتير. ازاي انت المريض صدقه زي ما انت كنت بتقول، حد فعلا تعبان تعرفه. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت وتفعلوا زر الجرس. تين تين. سلام.